ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. طبعا انا بقالي حوالي 10 ايام ما نزلتش فيديو. من اخر فيديو كنا شغالين فيه مشتريات للريسبشن مع بعض. ظبطنا شويه حاجات اللي هي الستاره والرنر بتاع الترابيزه والكوشن. كان باقي شويه مشتريات كده، قلت لكم هنشوفها في الفيديو الجاي. السجاده بقى والبرواز اللي كان بيتدهن، طبعا الحاجات دي اتظبطت وبقى لها فتره كمان. بس انتوا عارفين الظروف اللي احنا كلنا بنمر بيها، الواحد لا ليه نفس ان هو يصور حاجة ولا اصلا يشتغل ولا يعمل اي حاجة. بس طبعا الدنيا لازم تمشي، مش لازم يعني ندخل في دوامة الاكتئاب. طبعا الفيديوهات اللي احنا بنشوفها ديت صعبة جدا، يعني يمكن التأثير النفسي اللي الفيديوهات ديت بتأثر علينا محتاج مجهود جامد مننا ان احنا نرفع معنوياتنا، نبتدي نتفائل كده، ندي نشوف هنعمل ايه، نشوف حل للمشكلة، مش نتفرج ونكتئب وخلاص ونوقف بقى الحياة والواحد يفضل يعيط طول اليوم، يفضل يفتكر الأصوات ترن في ودنا. فطبعا الوضع صعب جدا علينا وعليهم، وخصوصا موقفنا ان احنا مفيش في ايدينا حاجة نعملها. بس انا طالعه اقول لكم النهارده طبعا هنكمل المشتريات وهنتكلم في الموضوع ده. طالعه اقول لكم ان احنا في ايدينا حاجات كتير نعملها. هنتكلم طبعا في الفيديو عشان ما اطولش عليكم، بس المقدمه. احنا طبعا مش هنيأس، وان شاء الله اللي جاي كله خير وربنا هينصرنا. يعني ان بعد العسر يسر، انا بؤمن تماما يعني بالآية ديت، ان بعد العسر يسر. العسر الكتير دوت اكيد بعديه يسر، اكيد اليسر هيجي. دي حاجه احنا كلنا مؤمنين ومتاكدين منها. المهم تعالوا دلوقتي بس يا توتي اوريكم البرواز لما اتدهن. طبعا هنكمل كلامنا، بس اوريكم دلوقتي البرواز. بصوا لسه بقى عايز مرايه. طبعا المرايه مش هتاخد وقت، يعني لما اخده كده هعمله وانا واقفه. شايفين بقى شكله؟ هقول لكم طبعا كلفني كام وكل التفاصيل ديت. يلا نبتدي الفيديو مع بعض. حطي اللايك واشتركي معايا لو اول مره بتشوفيني، ويلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه معانا في المشتريات الجديده للفيديو الرف دوت انا عاملاه عموله مش شارياه. بتروحي لاي نجار وتديله مقاس او حجم الرف اللي انتي حابه تعمليه، وبيبتدي ان هو يعملهولك. كمان اللون لو عايزاه ابيض او اسمر. فبما ان كل حاجه عندي في الشقه الخشب لونها ابيض، اخترت طبعا باللون الابيض. ابتديت بقى ان انا اعمل له ديكورات كده سريعه. طبعا كل الحاجات ديت كانت عندي، ما اشتريتلوش اي ديكورات جديده لسه. ان شاء الله يعني ايه، ناويه اجيب له حاجات. يعني طبعا الديكورات بحب اغير فيها، ما بحبش اثبت مكانها في مكان معين، فبتلاقوني على طول بحرك اماكن الديكورات اغيرها. طبعا بتدي شكل جديد وبتحسي بتغيير جامد من انك تثبتي الحاجات ديت للرف ده، الحاجات ديت للترابيزه دي، الحاجات ديت للسفره. طبعا بيبقى شكل تقليدي قوي، وانتوا عارفين ان انا مش بحب كده. ده كان الشكل النهائي للرف. تعالوا بقى نشوف جمال السجاده اللي انا اخترتها. طبعا انتوا عارفين ان انا ما بحبش الالوان التقليديه قوي اللي تبقى كلها ماشيه مع بعضها، لا بحب يبقى ايه، في روح كده وفي بهجه كده في المكان. فالسجاده دي حسيت شكلها هيبقى تمام جدا، وينفع برضو ان انا احركها للركنه، احركها لاوضه الاطفال، مش هتبقى ثابته معايا للانتري بس. زي ما انتم عارفين وزي ما قلت قبل كده، مش بحب اثبت الحاجه او اشتريها للانتريه بس. دي سجادة الانتريه تفضل الانتريه؟ لا طبعا. فزي ما انتم شايفين فيها الوان كتيرة حلوة جدا، ونطقت معايا عن ما كنت اجيب سجادة فيها ازرق بس او كحلي بس. طبعا هي كانت هتبقى حلوة. الناس اللي بيحبوا يعني يوحدوا اللون، يبقى المكان كله فيه لون واحد، دي بتبقى اذواق، فطبعا هتبقى حلوة برضو. بس انا بحب ان يبقى عندي كذا لون في المكان. بحب المكان يبقى مبهج كده، مش كله لون واحد بقى ومقفول. بس كده جايباها من السجون، كانت ب1300. طبعا سعرها مش غالي خالص، ووزنها مش تقيلة ومش خفيفة. تمام، يعني عارفين انتوا هي حاجة حلوة. دي بقى الترابيزة اللي انا اخترتها للانتريه بتاعي، اللي هي على شكل وردة. وطبعا عملتها باللون السيلفر. انتوا عارفين كل خشب البيت عندي ابيض، وعندي ترابيزة تانية بيضة. فانا حبيت ان انا اغير اللون، ما اعملهاش باللون الابيض، عشان يبقى ايه، في عندي بقى تغيير كده، مرة السيلفر مرة البيضة. طبعا الترابيزة البيضة انا كنت حطاها في الانتريه، كان شكلها حلو برضو، كانت ماشية جدا معاه. المهم بقى فرشت كده المفرش. طبعا في مفرش تاني انا جايباه لونه كحلي، مرضتش بقى ان انا افرشه لان دوت لسه جديد اصلا. قلت شويه كده ايه ونبقى نغير في الديكورات. تعالوا بقى نتكلم شويه عن المقاطعه.
بصوا، اول حاجه عايزه اقولها لكم، هتقولوا لي ليه مثلا الدوله ما تمنع المصانع دي ان هي تصنع، او كل الافكار اللي بتدور في بالكم دي. عايزه اقول لكم ان السياسه لعبه قذره، احنا ملناش دعوه بيها اصلا. يعني السياسه حاجه، وان احنا نفكر نطبق حاجه دي حاجه تانية. فاهمين قصدي؟ يعني الشعب مثلا كله عايز يقاطع، كله مش عايز المنتجات دي. السياسة بتمشي على حسب نظام معين هم ماشيين عليه. انتي دلوقتي رئيسة جمهورية بيتك، انتي اللي بتحكمي بيتك. فانتي ما تستنيش ان حد يحط لك قواعد تمشي عليها او يحط لك نظام تمشي عليه. انتي عايزة تقاطعي الحاجات ديت، انتي تقاطعيها. ما تستنيش مثلا ان هما يفرضوا المصانع دي توقف تصنيع، ولما انتي توقفي وانا اوقف ودي تقاطع ودي تقاطع ودي تقاطع، هيك كده المحلات دي هتقفل، وهيبقى بإيه؟ بأمر أو بإصدار من الشعب. احنا اللي قررنا كده، احنا اللي قطعنا المصانع دي، فبالتالي مش هتصنع وهتمشي من بلدنا. تاني حاجة، المنتجات ديت نمبر وان عندنا. يعني مثلا فرنسا، تركيا، البلاد المتقدمة ديت ليها مصانعها اللي بيصنعوا حاجتهم أصلا. فالدولة ديت مش بتصنع غير لينا احنا بس، مش مصر بس، الدول العربية زي ما انتم شايفين منتجاتهم نمبر وان في كل حاجة، في المنظفات، في المشروبات الغازية، في الألبان. فهم بيصنعوا الحاجة اللي احنا بنسبة 99% بنشتري الحاجات دي. فاحنا لازما نقاطع، لازما نصمد، لازما يبقى عندنا ضمير. احنا هنتسائل، احنا مفيش في ايدينا ان احنا نساعدهم غير بالمقاطعة. يعني كل واحد يراعي ربنا في ضميره ويراعي ربنا في اخواته. نفترض ان احنا دلوقتي في حرب، اكيد مش هنلاقي نشتري الحاجات ديت، وهيبقى في مشاكل اصلا في الاكل وفي الشرب. دي حرب، فاهمين يعني ايه حرب؟ انتوا فاكرين هنحارب مثلا والبلد هتبقى سلسة والدنيا امن وامان ونشتري كل حاجة؟ لا طبعا، اكيد في حاجات كتير، الاصدار والتصدير والحاجات دي بتتعطل في الحرب. فنفترض ان احنا في فترة حرب، مش هنعرف وهنبقى مجبرين ان احنا مش هنعرف نشتري الحاجات دي. فبلاش كل حاجة تبقى غصب عننا، خلوها برضانا، احنا اللي نبتدي، ويبقى عندنا قوة كده وصمود وعزيمة ان احنا نقف جنب اخواننا وننصرهم، ونحاول ان احنا نهز اقتصاد البلد دي. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه.